هل البنوك العراقية تتصل بالبنك المركزي العراقي؟ عندنا بالعراق نقول نحلفوا يمين. قل له هل عندك في يوم من الأيام أنت نص مليون دولار في يوم واحد؟ أحيانا 200,000 وأحيانا أقل، وإن كان هذا سر، ولكنه طالما أنهم تعرضوا. هذا الحكم أصبح له 27 عام ليس سنة، حتى ربما نفكر بأن هذا الحكم عاد عنده فرصة أن يصلح أخطاء. 27 عام، من 27 عام وثروات العراق تهدر، ومواطننا يهان، وبلدنا يتأخر. أصبحنا الآن احنا متأخرين، آخر بلد بالعالم. لو ندرس إمكانيات البلد، وضع البلد، لا يمكن أن يكون العراق بهذه الصورة. هو هناك أخطاء كبيرة ألمت بشعبنا العراقي، ألمت بشعب. وهذه الأخطاء عندما معروف حجم العراق وإمكانيات العراق، هل سنين المواصلة اللي أوصلت شعبنا من الفقر والضعف إلى هذا الحد، وكذلك تصرفات بعض دوائر بعض أجهزتنا الرسمية تصرفات غير صحيحة مع مواطنين العراقيين. وضعنا الدولي الآن صار صعب. مواطن العراقي الآن في دول كثيرة بالعالم يعامل معاملة صعبة جدا، بأن الشعب العراقي الآن أصبح منفصل كليا عن النظام. كل هذا اللي يحصل في الشعب من الجوع والإيذاء والإعدامات، وماكو هناك متنفس لمواطن عراقي، لا بالحرية ولا بالكلام ولا بالرأي، وهو يعتقد ومصر ويصرح، والخطابات شديدة القوة وكلماتها مختارة أنه يخدم العراق والأمة العربية. أي خدمة؟ وين؟ العراق اللي دخل 15 عام حرب متواصلة يخلق حالة بنفسية الإنسان أنه يقاتل لأجل بسيط الأمور اللي حصلت في بلدنا. تناقضات كثيرة وحرب داخلية ظهرت، وإلى الآن إحنا لدينا حرب داخلية. هل قال أحد لا لهذا القرار؟ نسمح لزميلي فادي، هل قال أحد في العراقيين لا يستطيعون أن يقولون لا، بل هم مؤيدين لكل قرار. لكل قرار نعم، لكل قرار أن ندخل الكويت نعم بتصفيق عادي، لا ندخل الكويت نعم وبتصفيق عادي. هل هذا يعني